بهذا الفيديو معنا الصبية ستيفاني، بنت شعرها حلوة، وجهها مبروم، عيونها مبرومين حلوين. أنا شخصيا كخبير تجميل بحب الوجه بيكون شوي مطول. حتشوفوا هلا بطريقة الفونديشن كيف حنطول الوجه وحنطول لها كمان دقنا بالكونتورينج. رح بلش بالتصحيح باللون الغامق، بنحط خط من تحت شوي راس خدها لحتى يبين الوجه شوي اوفال مثل ما انتم شايفين. تاني ستيب بنحط ضربة فونديشن على كل الوجه ونمزجهم بالإبونج البيضاوية عشان ما يطلع كأنه فيه لونين بالوجه. أنا بحب أعمل كونتورينج بالأنتيسير مش بالكونتورينج اللي هو نحن مفهوم عنا الكونتورينج تاعو التصحيح الوجه، لأنه بيجي كثير كريمي وبزيت الوجه. أنا بحب أعمله بالأنتيسير وحأمزجهم كمان بالإبونج. من بعد ما حطينا الكوركشن بدي فرجيكم كيف نحن بنبينه اكثر بالبلاش اللي بيكون هيدا خصوصي للكوركشن. بلاش ما يكون بقلبه لا لون اورانج ولا لون زهر، هيدا بلاش ببين اكثر لعظام الوجه وببين الخصفه اكثر. عم بركز كمان لون البيتش على المنخار ولون الذهبي على راس الخد، وهلا عم بحط كمان بيتش وابيض على الدقن عشان تطول الدقن اكثر. هيدا بيبرز لنا ملامح اكثر وبين لعظام الوجه اكثر بدون ما يبين انه في فونديشن على الوجه. كثير ناس هيك ما بيعرفوا كيف بده يطولوا وجههم. في انا بقول لهم استعملوا هيدي الطريقه اللي احنا عملناها بالكوركشن وبالفونديشن اللي هي برزنا لك اكثر عظام وجهك. وستيفاني فيك تشوفي وجهك كيف طلع.